السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعضينا مربى الجزر بطريقة حلوة ان شاء الله تعجبكم. بشرنا حوالي ربع كيلو جزر، ومعاهم قشرة ثمرة السفندي. قطعناهم بالطريقة دي. يا اما تجيبي قشرة البرتقال وتعمليها من مبشرة، وتاخدي القشرة اللي هي الصفراء مش البيضة. تمام، احنا قطعناها رفيع جدا زي ما انتم شايفين، وخدنا معاها كوباية سكر. هنحطهم على بعضيهم في الطاسة او في بولة هتتحط على النار او حلة. تمام، زي ما انتم شايفين كده. واحط عليهم قشطة الزفندي، وهحط ورش عليهم كمان ايه السكر، بحيث ان هو هينزل مية الجزر لما نبيته من بالليل الصبح، او نسيبه حوالي 7 ساعات. تمام، هنتركه دلوقتي ونتقابل ان شاء الله لما ينزل ميته. اهو يا جماعة زي ما انتم شايفين كده. بصوا، بعد ما سيبناه من بالليل للصبح اهو شايفين. احنا كده خلاص. على كده هنرفعه على النار عادي بميته اللي موجودة دي، وهنغطيه. وهي برضك هينزل مية تاني. ولو لقيناه ما استواش قوي، فهنحط له حوالي نص كوباية مية عشان يكمل سوا. بس احنا هنعتمد على المية الموجودة دي، وهنعمل عصرة نص ليمونة او ليمونة كاملة، علشان السكر ما يخرصش معانا ويعمل حبيبات. تمام، كده خلاص. هقلبهم بقى مع بعضيهم كويس جدا، واجيب الجناب كلها عشان السكر لو فيه سكر في الجوانب. واغطيها بقى واسيبها شوية على نار هادية يا جماعة، مش على نار عالية ولا وسط، على نار هادئة. زي الرز كده اهو يا جماعة. بصوا نزل مية ازاي، شايفين المية نزلت منه. تمام، هنسيبه قد ايه سمر، حوالي 10 دقايق على البوتاجاز، لحد ما يديكي لون كراميل كده. السكر بيتعقد معانا شوية، وبيديكي لون غامق وجولدن كده حلو قوي. حاولي تاخدي منه قطعة كده وتدوقيها وتشوفيها استوت ولا لا. هنغطيه تاني وهنسيبه برضو فترة عشان يكمل سواه. هو لحد دلوقتي كده لسه في مية. هنسيبه لحد ما يشرب ميته ويتقل معانا، ويعمل زي عسل كده. تمام، ولونه مكرمل. طبعا زي ما احنا عارفين فوائد الجزر، ومش هقول لكم طبعا تاني عليها. واللي ما شافش الفيديو بتاع المره اللي فاتت بتاع الجزر، يشوفه فوق في الايد، او هحطه لكم في صندوق الوصف تحت. شوفوه واتفرجوا عليه. فوائد الجزر مهمه جدا ومفيده جدا. لازم تدخلوا الجزر في بيتكم وفي اكلكم يا جماعه. اهو قرب يكرمل زي ما انتم شايفين، ولونه غير تماما. بصوا عمل غلاف بيلمع اهو. ده نتيجة ان هو خلاص قرب يستوي. طبعا احنا عارفين عشان نعمل مربى يعني نديها صبر، نديها وقت. احنا كده حطيناها شوية مية، عشان انا لما دقتها لقيتها لسه شادة شوية، ومش مهرية معانا، او طعمها باين فيها شوية. فاحنا عايزين الجزر والقشر بتاع الاستفندي يكون داب معانا في السكر. تمام، يبقى كله مختلط ببعضيه. ولما تيجي تاكليها تحسي ان انتي بتاكلي حاجه مسكره مكرمله. ما تحسيش بطعم الطاغي بتاع السفندي على الجزر، او طعم الجزر مثلا بيبقى باين قوي. تمام، احنا حاطين هنا رشه فانيليا. تمام، وهنقلبه مع بعضيه، وهنسيبه برضو شويه. ومعلش يا جماعه هنطول بالنا شويه عشان خاطر تطلع الحاجه معانا مظبوطه. هنا موضوع المعلقه النشا الكبيره دي مع كوبايه الميه دي اختياري. لو انت حابه تحطيها حطيها، مش حابه ما تحطهاش تماما، وخليكي ماشيه زي ما انت ماشيه، وهيطلع معاكي حلو قوي برضو، هيعجبك ان شاء الله. بس التكايه دي اختياري، حابه تحطيها حطيها، مش عايزه خلاص. انا بحطها عشان تعمل معايا حاجه يعني للي عايز يغمس بيها. تمام، يعني حاجه سائله شويه، او حاجه طريه زي ما بتشتري المربى من بره. ممكن كمان حاجة، ممكن ترفعي خالص موضوع النشا والمية ده، وتاخدي نص الكمية من المربى دي، تضربيها عندك في كبة، وتحطيها عليها على الباقي. وممكن تخليها زي ما هي. بصوا اللهم بارك، جميلة جدا بعد ما خلصناها. وعملت عملية الربط الخفيفة دي. هي التكة مش وحشة يا جماعة. موضوع المعلقة النشا الكبيرة دي على كوباية المية مش وحشة خالص. بس ده اللي حابب، مش حابب خلاص وعايزها كده صافية. تمام، خليكي دي حاجة اختيارية. وطبعا زي ما قلت لكم كل مره دي اذواق. تمام، بس الواحد بيديكوا حلول وبيديكوا اقتراحات ويديكوا بدائل. فما شاء الله جميله اهي.
زي ما انتم شايفين قدامكم. بالهنا والشفا، صحة وعافية ليكم ولينا يا رب. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وان شاء الله نكون ضيوف خفاف عليكم ويكون عند حسن ظنكم باذن الله. يا ريت لو عجبكم الفيديو والوصفه عجبتكم ما تنسوناش من دعمكم، اضغطوا بصباعكم الجميل دوت على اللايك وعلى الاشتراك. يا ريت ما تبخلوش علينا، اكيد انتوا اهل كرم. طبعا هو مش موضوع ان انا باخد منكم فلوس او باخد منكم مجهود، الموضوع بسيط جدا. اتمنى ان شاء الله تحفزونا وتشجعونا عشان نعرف نستمر ونقدر ان شاء الله نقدم لكم الافضل والاحسن. دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.